والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قد وعدنا بأننا نأتي بترجمة مختصرة للإمام البخاري قبل أن نبدأ في كتابه الصحيح، ونحن قد انتهينا من الكتاب ولله الحمد في آخر درس، وأحببنا إعادة تدريسه. فصحيح البخاري له مكانة رفيعة ومنزلة عظيمة في قلوب العلماء خاصة وعموم المسلمين عامة. وجعلت هذه الترجمة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول فيما يتعلق بالمصنف نفسه، ومن باب الفائدة بعض أهل العلم يفرق بين كلمتي التصنيف والتأليف، فيقولون المصنف هو الذي يكتب من بنيات أفكاره، والمؤلف هو الذي يجمع كلام أهل العلم. ولكن غالبا لا يفرق العلماء بين هاتين الكلمتين. ترجمة الإمام البخاري أولا اسمه هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة، وهي لفظة بخارية بمعنى الزراع، وهذا ضبطها الصحيح بردزبة، وليس ما نسمعه من طلاب العلم بردزبة، مع أنهم اختلفوا في هذا الاسم في ضبطه اختلافا وصل إلى أكثر من 5 أقوال. بعضهم أبدل الزاي بالذال بردذبة، وبعضهم لكن الأشهر هذا. يكنى أبا عبد الله، يكنى أبا عبد الله. لم يرزق بمولود. الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يرزق بمولود، كما ذكر أنه ليس له عقب. وأما الزواج فمن كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يدل على أنه متزوج، لكن ما ذكروا شيئا عن زوجته. يعني مثلا ويقولون وله زوجة وكانت من بني فلان، أبدا، إنما كلام مقتضب أنه له زوجة وجواري. 2 مولده ووفاته. أما مولده فولد في سنة 194 وتوفي في سنة 256 هجرية. فكلامنا الآن على مولده فقط، لأن في آخر الترجمة نذكر وفاته. قال أبو عمرو المستنير بن عتيق: سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل متى ولدت؟ فأخرج لي خط أبيه أنه ولد محمد بن إسماعيل يوم الجمعة بعد الجمعة ل13 ليلة مضت من شوال،
سنة 94 و100، يعني بعد صلاة الجمعة ولد. وسبحان الله ولد بعد صلاة الجمعة يوم عيد للمسلمين، وتوفي يوم عيد كما سيأتي في 13 من شهر شوال سنة 194 من الهجرة. بلاده بخارى، الآن تسمى أوزباكستان. بلاد الإمام البخاري الآن تسمى أوزباكستان. ثالثا نشأته العلمية. تربى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في بيت علم، فإن أباه كان عالما، وأبوه اشتهر بين الناس بسمته وورعه، ورحل في طلب الحديث. هذا كلامنا الآن على والده، لأنه كما قيل: وينشأ الناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وكما قيل: بأبه اقتدى عدي بالكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. فأبوه رحل في طلب الحديث، وروى عن مالك بن أنس، حماد بن زيد، ورأى عبد الله بن مبارك. وتوفي والد الإمام البخاري، والإمام البخاري كان صغيرا، فنشأ البخاري يتيما، فقامت عليه أمه، وكان عنده أخ اسمه أحمد. وروى المؤرخون أن بصره أصيب وهو صغير. وتدقيقا، لما ذهب إلى رحلة العراق الأولى وابتدأها بالحج، ثم سيذهب إلى العراق، فقد بصره، فرأت أمه إبراهيم عليه السلام في المنام، فقال لها: يا هذه، قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك ولكثرة دعائك، فأصبح وقد رد الله عليه بصره. هذا وهو كان صغير. وبدأ في سماع للحديث وعمره 10 سنوات. قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق النحوي، هذا محمد بن أبي حاتم الوراق كان وراقا للبخاري، وكان يلازم البخاري كثيرا، لكن في آخر الأمر في آخر أسفاره ما عاد لزمه، ولكن كان ملازما له كثيرا. قال: قلت لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: كيف كان بدء أمرك في طلب الحديث؟ قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. قال: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ يعني كم عمرك؟ قال: 10 سنين أو أقل. ثم خرجت من الكتاب بعد 10، فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره. الداخلي هذا تبحث عنه ما تجد شيئا عنه، وكأنه كان مغمورا. ما وجدت إلا تعليقا للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تغليق التعليق. قال: قلت الداخلي المذكور لم أقف على اسمه، ولم يذكر ابن السمعاني ولا الشراطي هذه النسبة، وأظن أنها نسبة إلى المدينة الداخلة بنيسابور. هذا في كتاب تغليق التعليق للحافظ بن حجر، مجلد 5 صفحة 387. طبعا هذه الترجمة كان أكثر مادتي منها من النبلاء، سير أعلام النبلاء للذهبي، بداية والنهاية، تاريخ بغداد، تاريخ دمشق. ثم يعني وجدت كتابا وقد أرسل إلي استفدت منه استفادة عظيمة، اسمه قصة حياة البخاري لأحمد الأقطش. وبالفعل أنه توسع في ترجمته.
قال الذهبي: فارق البخاري بخارى وله 15 سنة، ولم يره محمد بن سلام بعد ذلك. سنذكر محمد بن سلام وهو البيكندي أنه من مشايخه الذي أثروا عليه جدا، الذي أثروا عليه جدا. هو كان منبهرا باثنين: محمد بن سلام، يقال سلام يقال بسلام، البيكندي، وبعلي بن المديني. حتى البخاري كان يدندن بعبارة: ما استصغرت نفسي إلا عند ابن المديني. فلما بلغته هذه المقالة ابن المديني قال: ولا ابن المديني. يعني يعرف الإمام البخاري ويعرف ثقله ويعرف حصيلته العلمية. ثم خرج إلى العراق لطلب العلم سنة 210. قال البخاري: فلما طعنت في 16 سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء. ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي بها، أي بأمه، وتخلفت في طلب الحديث. طبعا بعض التفاصيل في قصته، يعني من ضمن الأمور التي وقفت عليها أن الأم كانت خائفة على ابنها، كان صغيرا للغاية، فخافت. أنت ولدك الآن لو سافر إلى بلد أخرى وعمره 15 سنة مع مواقع التواصل والاتصالات وكثرة الأقارب، تكون خائفا عليه، فما بالك بأيامهم. فكان أحمد وهو أخو البخاري، أخو محمد بن إسماعيل، كان له دور في هذا، في إقناع الأم في الرجوع إلى بلدهم. قال: فلما طعنت في 18 سنة جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقوالهم. شو بدأ يصنف وعمره كم؟ 18 سنة. وذلك أيام عبيد الله ابن موسى. وصنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة. وقل لي اسم في التاريخ، قل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة، إلا أني كرهت تطويل الكتاب. كان البخاري رحمه الله تعالى ما يحب التطويل، حتى في البخاري كما سنأتي في صحيح البخاري حاول قدر الإمكان أنه يجعله مختصرا، وهذا من خلال اسمه. رابعا: أبرز مشايخه وتلاميذه. من مشايخه عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي المدني، محمد بن يوسف الفريابي، وأبو عاصم ضحاك بن مخلد البصري، ومكي بن إبراهيم البلخي أبو السكن، وآخرون، ولا مشايخه كثير. تلاميذه أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري، والإمام مسلم الحجاج، والإمام أبو عيسى الترمذي، والإمام أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي الذي ابنه صاحب كتاب العلل، والإمام أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، وآخرون. لما كنت أكتب هذا تلاميذ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وأنظر الإمام وهم تلامذة الإمام البخاري كلهم أئمة. والله تذكرت شيئا رأيته في الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه لما حضرت دروسه أياما، ففي جامع الأميرة سارة بالرياض كانت له دروس عدة، حوالي 4 أو 5 دروس من بعد الفجر إلى إشراق الشمس. أغلب من يحضر كلهم دكاترة في الجامعات، أغلبهم الذي أنا رأيتهم ولفت نظري
أغلبهم أعمارهم ما بين 50 إلى 60، شابت لحاهم، دكاترة عليهم الهيئة البشت، أغلبهم دكاترة. فهذا طلاب أئمة، وكثير طلاب وتلاميذ البخاري رحمه الله تعالى. خامسا ثناء العلماء عليه، منها قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. قتيبة بن سعيد أيضا قال: لو كان البخاري في الصحابة لكان آية. الإمام مسلم الحجاج قال للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد سأله عن حديث كفارة المجلس، ففصل الإمام البخاري فصل فقال: انظروا إلى العبارة الجميلة: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. كلمات إجلال واحترام وتقدير للإمام البخاري، مع غض النظر أنه تقبيل الرجل لعله بس فقط من باب المبالغة. الإمام الترمذي رحمة الله عليه وقد سأل البخاري كثيرا بعض الأحاديث، قال: لم أرى أعلم بالعلل والأسانيد من محمد بن إسماعيل. وكما قلنا عندك كتاب العلل الصغير للإمام الترمذي سأل البخاري كثيرا، قال: وسألت محمدا كذا وسألت محمدا كذا، فيجيب. منهم أيضا الإمام أبو بكر بن خزيمة قال: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل. طيب، سادسا عقيدته. عقيدة الإمام البخاري عقيدة السلف الصالح، وهذا يحتاج منا إلى نقولات كثيرة، لكن حسبي أنني لخصت لك ما يعتقد الإمام البخاري ومن خلال الأبواب في صحيحه وفي خلق أفعال العباد. البخاري رحمه الله تعالى يقرر أن الإيمان قول وعمل، وينابذ المرجئة والجهمية، ويثبت الصفات على ظاهرها، ومنها العلو والوجه واليدان والكلام والصوت، ويثبت الأفعال الاختيارية، ويفرق بين الفعل والمفعول، ويؤمن بالقدر، ويعظم الصحابة، ويحذر من البدع، ويأمر بلزوم الجماعة، وهذا كله بالاعتصام بالكتاب والسنة، ويحرم الخروج على الأئمة أي ولاة الأمور. طيب، نماذج من هذا: الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح كتاب التوحيد يقول: باب وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. قال أبو العالية: استوى إلى السماء، ارتفع فسواهن خلقهن. وقال مجاهد: استوى على العرش. وقال: باب قول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. باب قول الله تعالى: ولتصنع على عيني. باب قول الله: لما خلقت بيدي. باب قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. باب قول الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله والملائكة. باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. باب قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن. وبعد ذلك أتى بالآيات: وما يأتي من ذكر من ربهم محدث. وقوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال: وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين. قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سلفي بمعنى الكلمة. وقال ابن مسعود: ما زلنا مع التبويب، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمري ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا بالصلاة. قال الإمام البخاري: وفي ذلك إثبات الصفات الخبرية والأفعال الاختيارية، وهذا مخالف للجهمية والكلابية والأشعرية. وقال رحمه الله تعالى في خلق أفعال العباد في إثبات الصوت لله عز وجل، قال: وأن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد،
كما يسمع من قرب، فليس هذا لغير الله جل ذكره. قال أبو عبد الله الإمام البخاري: وفي هذا دليل على أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوته جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب، وأن الملائكة يصعقون من صوته، فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا. انتهى. طيب، خلاصة الكلام: عقيدة البخاري عقيدة سلفية، وكان منابذا لأهل البدع. سابعا: مؤلفاته. البخاري رحمه الله تعالى مؤلفاته الأعظم الهندي، ذكر نبذة عن مؤلفات الإمام البخاري أوصلها إلى 36 مؤلفا. طيب، أنا سأذكر لك أشهر المؤلفات التي هي موجودة في الساحة الإسلامية. صحيح البخاري، وهو ما سنتناوله في مجلس آخر، التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط وجزء رفع اليدين، القراءة خلف الإمام، خلق أفعال العباد، الأدب المفرد، بر الوالدين، والضعفاء الصغير، والكنى. وبعض الكتب بعض أهل العلم قال فقدت بسبب الحروب وتنقل من مكان إلى مكان. ثامنا: محنة الإمام البخاري. الله عز وجل ابتلى البخاري رحمه الله تعالى بمحنة عظيمة، هي كان سوء فهم، وبعضهم سوء فهم، وبعضهم سوء قصد. وبعضهم فهم البخاري خطأ، وبعضهم دخلوا ما يدخل الأقران وما يدخل في قلوب البشر من وحر الصدر، غل، حقد، حسد، إلى آخره. طيب، انظروا، يعني لو بدأنا من أول الأمر، البخاري رحمه الله تعالى بعد أن اشتهر وصل إلى خراسان. طيب، خرج إليه أهلها عن بكرة أبيه، استقبله يقال 4000 رجل راكبا على الخيل، وغير الذي كان على بغل وعلى حمار. وخرج الولاة والعلماء كافة لاستقباله، قبل أن يصل المدينة بمرحلتين أو 3، يعني حوالي كما قال بعض المعاصرين 100 كيلومتر. وبالغوا في إكرامه واستقبلوه المهم بحفاوة. ومن روعة الاستقبال وعظيم التقدير والاحترام الذي وجده البخاري، قرر المقام فيها لفترة عظيمة، واتخذ فيها دارا، فأخذ العلماء يأتون البخاري رحمه الله تعالى. في خلاصة الكلام، وقع شيء بينه وبين شيخه اسمه محمد بن يحيى الذهلي. هذا محمد بن يحيى هو شيخ البخاري ذكره في صحيح، لكن ذكره لا يذكره صريحا، فيقول: وحدثنا محمد بن خالد جده الأكبر، محمد بن خالد الذهلي. حتى ابن منده وصم البخاري بالتدليس من الطبقة الأولى، ضعه حافظ الحجر، الطبقة الأولى الذي ما يؤثر أبدا، لا يؤثر أبدا، فما يسمى بتدليس الشيوخ، فهو لا يؤثر أبدا، فقط إنه مجرد الاسم، لأنه يقع في النفس ما يقع في البشر. طيب، ما سبب هذه المشكلة؟ مشكلة طويلة. سببها أن البخاري رحمه الله تعالى قال: لفظي بالقرآن مخلوق. هذه الكلمة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه قد سئل عنها قبله فأنكرها،
يعني جملة وتفصيلا، أنكرها بدون تفصيل وقال هذا من كلام الجهمية. طيب تلك الأيام أيام محنة الإمام أحمد، حتى أن البخاري رحمه الله تعالى ذكر أنه شهد الوقت الذي جلد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كان حاضرا بخاري رحمه الله تعالى. فكان الإمام أحمد يرد هذا حتى لا يفتح لهم أبواب تفصيلات وهم في غنى عنه. هذا يذكرنا في مسألة وقعت للإمام أحمد، وهي هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى أنكر المسألة من أصلها، كما ذكر ذلك الذهبي في النبلاء فيما أذكر في ترجمة الإمام مالك. لماذا؟ لأن غير مذكورة عندهم، ولا يريد يفتح مخلوق ولا غير مخلوق، يعني أنه كلام الله عقيدة أهل السنة، لكن ما يذكر هذه المسألة، لكن هي أثيرت في أيام الإمام أحمد، ففصل فيها الإمام أحمد أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق. طيب جاء عهد الإمام البخاري فأراد أن يفصل في بين الفرق بين اللفظ والملفوظ. اللفظ صوتي أنا أصواتنا مخلوقة أو لا؟ مخلوقة. الله عز وجل يقول والله خلقكم وما تعملون، ولهذا ألف خلق أفعال العباد من أجل هذه المسألة، من أجل هذه المسألة، فشنع عليه تشنيعا عظيما للغاية. وبعد ذلك أوذي، وبعد ذلك تقلص الحاضرين جدا، وبدأ التشنيع على الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والخلاصة أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى رأى أنه يخرج من البلد، فخرج هو وخادمه ودابته. حتى بعض أهل العلم يشكك في مسألة الزوجة، يقول هل تزوج فعلا أم لا، لأنه ما ذكر إلا في موضع واحد. فدعا الله عز وجل فقال اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وقدر الله أنه هو خارج يزور أحد أقاربه، فشعر بألم في صدره ثم توفي رحمه الله تعالى كما قلنا في سنة 256، وهذه الوقفة التاسعة. وفاته بينما كان يستعد للرحيل وخارج، فأصيب بتعب مفاجئ، فجلس ليستريح على جانب الطريق، وما هي إلا دقائق إلا فاضت روحه إلى باريها. ثم توفي في ليلة عيد الفطر في الأول من شوال. ولد متى؟ في 13 من شوال، صح ولا لا؟ وتوفي في 1 شوال في الأول من شوال عام 256 هجرية، في قرية اسمها خرتنك قرب سمرقند، أيضا في أوزبكستان حاليا. عن عمر يناهز 62 سنة، عن عمر يناهز 62 سنة. ودفن يوم العيد بعد صلاة الظهر. رحم الله الإمام البخاري، ولا يزال يذكر بالجميل، ونسأل الله أن يسكنه الجنة، كما أنه أخرج لنا هذا الكتاب العظيم الذي سيكون بإذن الله تعالى في مجلس آخر الكلام على صحيح البخاري. بهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.